السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم معايا في قناتي عالمنا ديالك. كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير، والفيديو ديالي يلقاكم في أحسن الأحوال. الفيديو ديال اليوم فيديو جديد، جيت غادي نشارك معكم كيفاش صبغنا البيت أنا والزوج ديالي. غتبعوا معايا المراحل من الأول حتى الآخر. أول حاجة كنديروها هي كنمشيو لهاد الجناب اللي كيكونوا ضارباهم الغمولة، كيكونوا كيتقشروا بالبرودة، الهوميديتي. آآ كنضربوهم بهاد الكوتشية، كنهرسوهم بحال هكا مزيان، كنحيدوهم، ما كنخليوش ديك القشرة تما كاينة باش ما تلصقش لينا في الصباغة وتعاود ترجع على الحيط كتجي المنظر ديالها ما زوينش. كنقشروا كاع الجناب اللي عندنا بحال هكا اللي فيهم المشكل، كنقشروهم مزيان وكنفضوا وكنديروا الشطابة وكنشطبوا داك الشي مزيان، ما خصش ديك الغبرة كاع تبقى تما كاينة. وكنجيبوا الكاغيط الحرش وكنحكوا كاع هاد البلايص اللي قشرنا، كندوزو عليها بحال هكا، كنح كنحكوا ونعاودو نفضوا، نحكوا ونفضوا. خاصنا ندوزو يدينا نلقاو البلاصة رطبة ولا ترطبة. ومهم كتحكوا مزيان ديك البلايص حتى ما كتبقايش تحسي بديك الحروشية، وكتشطبوها بالشطابة. وعاد من بعد ندوزو للمرحلة ديال الصباغة. من بعد كندوزو للمرحلة الثانية، كناخدو لاندوي وكنديروها على دوك البلايص كاملين اللي قشرنا وحكينا. كنحاولوا ما نخليو حتى شي حفرة، ونقادو هادوك البلايص كاملين كندهنوهم ونخليوهم يكرموا كاملين. كندوزو عليهم بحال هكذا بهذا الشكل. كناخدو هاد الملاسات وكندهنو باش ما كيبقاش داك الفرق ما بين البلاصة اللي تهرسات والبلاصة اللي بقات فيها ديجا الصباغة القديمة.
المهم كنكمّل بحال هكا بلا ندوي كاع دوك البلايص وكاع القناة كاملين كنعمّرهم مزيان، كنحاولوا نعمّروا ال البرودوي ديال لاندوي كنعمّروا مزيان دوك البلايص حيت من بعد ملي غادي ينشف خصنا عاوتاني نعاودو نحكّو باش ما ت م واخا يتحك شوية يتنقص منّو ما تبقاش، وإلا كانت عندكم حتى شي ضربة بحال هكا في الحيط، شي ضربة كتكون شي توش بحال هكا شي بليصة مقشّرة حتى هي عمّروها بلاندوي، ومن بعد كنخليو هاد الشي يبات هكا يكرم. لا غدي في الصباح كنعاودو نحكوه بحال هكدا بالكاغيط حرش، أي بلاصة درنا فيها داك لاندوي كنعاودو نحكوها مزيان باش كتولي ملسة رطبة، وكنشطبو، ضروري نشطّها دوز من مورا داك الشي باش ما كتبقاش ديك الغبرة وما توحلش لينا في في الشتا من يكونوا كنصبغوا ودير لينا دوك الحبيبات في الصباغة ما كتعطيش المنظر زوين وما كيكونش المنظر ديال الصباغة م كيبان زعما لامع. شوفوا هاد القنات هادو اللي كنت قلت لكم فيما كان عندك شي شق شي قنت شي حفرة في أي بلاصة كنعمروها بلاندوي، هادو كاملين اللي كيبانوا لكم بحال هكا عامرين بلاندوي حتى هما كندور عليهم كاملين كنحكهم مزيان حتى يوليو ملسين. دابا كندوزو للصباغة، أول ما كنبداو كنديرو بعدا كاين هاد السكوتش كنديروه مع الجناب كنلصقوه مع الجناب ديال البيبان، الكادرات، لينكاصات، أي بلاصة عندنا خفنا عليها من الصباغة كنلصقو داك السكوتش هادا، هاد السكوتش هذا كيلصق ومن بعد ملي كتسالي كتحيديه كيحافظ لك على القناة، لينكاصات الكادر ديال الباب، كناخدو الصباغة كنخلطوها بالما وكنبداو نصبغوا، كنبداو أول حاجة باش كنبداو ديك الشيتة الصغيرة كنديرو الجناب القناة الجناب وكنديرو الرولو وكنبداو نصبغوا بحال هكا عادي، ملي كنوصلوا للبلاصة العلو راه كنركب الرولو كندير فيه العصا ديال الكراطة ولا ديال الشطابة وكنضرب كاع البلايص اللي بعادين عليا، ساهلة القضية ماشي شي حاجة صعيبة، أنا هاد تقريبًا هاد البيت راه دوزنا فيه النهار ساليناه، ديناه مع الصباح ساليناه في الليل، بحال داك ماشي تا الليل كاع غير العشية، بحال داك الشي ديال لاندوي وداك الشي درناه في الأول درناه البارح باش يصبح يكرم ولا غد ليه بديناه مع الصباح وكمّلناه في العشية. صافي كنكمّلو بحال هاكا بالصباغة، بالرولو كامل، أي بلاصة آآ دزنا عليها كنخليوها تنشف، يمكن لِك ديري دوكوش لا بغيتي تسنايها شوية راه كتنشف دغيا، دغيا، تسنايها شوية تنشف وتعاوديها وكوش، أنا ها نتوما كتشوفوا هاد الشراجم راه أنا درت ليهم الجورنال مع الجناب باش ما يقطرش عليهم، والبلاكار كذلك حتى هو درت ليه الجورنال مع الجناب، كلشي دايراه بهاديك اللصقة اللي وريتكم قبيلة، هاديك اللصقة كنلصقها مع الجناب باش كتحافظ ليا على القناة ما كيطلعوش ليا بالصباغة، صافي غادي نكمّلو بحال هكذا حتى نكمّلوه كامل. كما كتشوفوا هنايا التلفازة درت ليها السلوفان والبريز درت ليه حتى هو لصقة، أي بلاصة كتخافوا عليها كديروا ليها بحال هكذا باش كتهناو عليها مع أنها ما كتطلاش بالصباغة، صافي كمّلنا بحال هكذا كنصبغوا في الحيط. إلا وصلتوا معايا للفيديو هنا ما تنساوش تشتركوا في القناة تفعلوا الجرس باش يبقى يوصلكم ديما الجديد، واحد جيم ولا كومونتير، وشكرا لكم على المشاهدة. المهم هنا كنضربوا بديك الشيته الصغيرة كنضربوا كاع دوك القنات والجناب اللي الفوق ولا اللي لتحت، وراه غادي يبان لكم هنايا الفرق ما بين الحيط الفوق اللي باقي ما مصبوغش واللي لتحت. هنا غادي ندوزو للمرحلة ديال الكولا غريفي، هاد الكولا كيتباع على هاد الشكل، هادي حتى هي كتخلط غير بالما، هي اللي كتعطي داك البغيون الصباغة ديال الما، وكتجي بحال الصباغة ديال الزيت وهاد الشي كامل كيتبقى مرخص
كيتبقى رخيص بزاف على باش أنك تشري الصباغة ديال الزيت. هادي تناخدو غير القياس كنخلطوها حتى هي بشوية ديال الما، وكنديروها على الصباغة اللي ديجا صبغناها، راه في نفس النهار كلشي في نفس الوقت، راه دغيا كتكرم البلاصة، دغيا كتكرم دغيا. وهادي بحال شكل فيرني، بحال كديري عليها فيرني على ديك الصباغة كتولي بريو، كيمكن لِك أنك من بعد تمسحيها بشيفون فازِغ، يمكن لِك تغسليها ما كيوقع لها حتى شي مشكل، وتا في المنظر ديالها كتجي زوينة وساهلة وعملية ودغيا كينشف هاد الشي، دغيا كينشف. المهم كتخلط بحال هاكا بالما، كنخلطوها بالما مزيان وكنعاودو نابليكيوها على الحيوطة بحال كيما دوّزنا الصباغة الأخرى العادية. هانتوما لاحظوا معايا البلاصة اللي كندوزو عليها الكولا كريفي كتولي كتلمع وكتولي المنظر ديالها زوين بزاف، كتجي بحال الصباغة ديال الزيت. شوفوا راه غيبان لكم الفرق ما بينها وما بين البلاصة اللي باقا ما وصلتش ليها، كيبان واحد الفرق شاسع. ساهلة الطريقة وما فيها لا ريحة مجهدة لا كتخنق لا والو، بالعكس إمم، دغيا كتكرم في نهار واحد، في نهار واحد تصبغي البيت ديالك عادي. خصوصًا مع هاد الأيامات ديال الغمال وهاد البرد اللي داز، راه اللهم تعاودي الصباغة بحال هادي ولا تبقاي تغسلي وتحكي بالتيدو جافيل وما كاينش الفرق. ها نتوما شوفوا هاد الحيط مع هاد الحيط، راه كيبان الفرق ما بين اللي مصبوغ واللي باقي. نقول لكم على هادو بالنسبة اللي بغا يدير البيج، كديري واحد 2 نقطات من هداك الصفار ونقطة من داك الكحل وكتخلطيه مزيان كيعطيك البيج. بغيتي الكري كديري غير الكحل. المهم البيج كيتخلط 2 نقطات من هداك اللي صفر ونقطة كحلة كيعطي البيج، بحال تما اللي بغا يبدل اللون. هنا بقاو ليا غير دوك البلايص اللي عاليين كندير العصا ديال الكراطة في الرولو وكنتبع دوك البلايص اللي بقاو ليا كندور عليهم كاملين. هادشي راه خدمنا ديك الخدمة ديال داك النهار وسالينا البيت كامل الحمد لله وجا زوين وتنقى وضوى.
هذا هو البيت من بعد ما ساليناه. بصراحة جا زوين وضاوي ونقي وتيبان بحال صابغينو بصبغ هاد الزيت، وبتكلفة أقل. الحمد لله. وهانتوما لي مقاصات شوفي كيبقاو نقيين، كيتحيدي اللصقة بحال حتى حاجة ما كانت. الحمد لله ساليناه في نهار واحد. هو هذا الشكل النهائي ديالو من بعد ما ساليناه وفرشناه. فرجناه حتى لغد ليه بطبيعة الحال. تنتمنى الفيديو ينال إعجابكم، ما تنساونيش من الجيم والبارطاج وشي كومونتير زوين، وشكرا لكم على المشاهدة. إلى اللقاء.